السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة لهواتف سامسونج، هنتكلم فيها عن الخبايا والأسرار. لو أنت معاك أي موبايل من سامسونج من الفئة المتوسطة أو الفئة العليا، في طبعا بعض الفيتشر أو بعض المميزات هتبقى خاصة بفئات معينة زي سلسلة الإس مثلا، سواء 24 25 أو 26، وفي حاجات هتبقى لسامسونج عموما. أول حاجة هنبتدي بيها في السلسلة دي وهي تطبيق مشهور جدا، وهو تطبيق الجود لوك. لو جينا دخلنا على الستور بتاع سامسونج، دخلت على الستور وكتبت جود لوك في البحث، هيظهر لك التطبيق ده. طبعا انا منزله عندي، انت هتلاقي عندك علامة التنزيل، هتنزل التطبيق ده. هو الجود لوك في نفس، يعني في حد ذاته مش تطبيق، هو زي هاب بيجمع تطبيقات جوه. فهتدوس على علامة التنزيل، وبعد ما تنزله هتيجي تفتحه وتيجي تقول له اوبن، هيفتح معاك بالشكل ده. هتلاقي جواه كل التطبيقات دي. طبعا انا كل التطبيقات دي منزلها، انت هتنزل تطبيق. بس احنا في السلسله دي عشان الفيديو ما يبقاش طويل هناخد تطبيق من دول. يعني في عندك الثيم بارك، في عندك البنتاستيك، في عندك الوندرلاند، في عندك اللوك ستار، وهكذا. فهنمشي تطبيق نشرح مميزاته. بس يعني باختصار شديد، الجود لوك هو حاجه بتفتح لك في هواتف سامسونج انك تقدر تخصص زياده النظام اكتر ما هو بيقدر يتخصص، وتحكم في ادق التفاصيل. فلو هنيجي النهارده نتكلم على اول تطبيق وهو الثيم بارك، طبعا انت هتلاقي علامه التنزيل، هتدوس عليها. انا منزل كل التطبيقات، هاجي افتحه. بعد ما انزله هيفتح معايا بالشكل ده. هلاقي دي واجهه التطبيق. ثيم بارك ده بيعمل ايه؟ شفت انت لما بتيجي تدور على الستور في اي تليفون، بس طبعا هنا انا بوجه على تليفونات سامسونج فقط، لكن انا بتكلم في العموم. لما تيجي تدخل وتلاقي بعض التليفونات ليها ثيمات معينه باشكال معينه، انت هنا حرفيا تقدر تعمل ثيم كامل للتليفون بتاعك، يتحكم في كل حاجه، من اول البانل بتاعت او الشريط بتاع الاشعارات للجزء اللي فيه هنا التطبيقات بتاعتك، للرسائل. هتشوف كل حاجه. طيب لو جينا وقفنا عند اول خانه اللي هي الثيم، ودوست على كرييت نيو، فبيبتدي يقول لك والله دلوقتي انا عايز اخد خلفيه نعمل عليها. فسلكت ويل بيبر، هي تختار الويل بيبر اللي هي محطوطه عندك، اللي هي في حالتي دي، او تختار من الجاليري، او تدخل على كرنت ويل بيبر موجوده وتعمل. فاحنا هنختارها، نفترض على اللي عندنا ونقول له نكست للي انا حاططها. فهو بيبتدي دلوقتي يقول لي شكل. لو خدت بالكم القطه اللي تحت دي القطه بتاعتي، عادي تجاهلوها. هتلاقوا بيقول لك الشكل او الثيم اللي هنعمله الخلفيه دي. فكل خلفيه هو بياخد منها الوان وبيخصص لك. بص بقى، انت تقدر هنا تعمل ايه. في عندك هنا كل جزء بيوريك شكله هيبقى ازاي. يعني اللي تحت دي اللوك سكرين، بيقول لك شكلها هيبقى عامل ازاي. هنا الجزء بتاع الهوم، هنا الكيبورد تقدر تتحكم فيها، وكل الحاجات دي تقدر تتحكم في شكل السيتنجز بالوانها، الرسائل اللي جوه بالالوان والكلام والخط، الديالوج او الدايلر بتاع التليفون، وهكذا. فخلينا نشوف اول حاجه عندك تحت باليتات الوان. يعني ممكن تختار من حاجات جاهزه كده. الباليته دي مثلا، الباليته دي لو خدت بالك بص بيغير. يعني انا مثلا هنا الاخضر ده خلى الاشعار كده بيحاول ياخد من نفس الوان الثيم، ممكن يبقى دارك كله، وهكذا. تقدر تختار حاجات جاهزه. طيب انا لو مش عايز اختار حاجه جاهزه، عايز انا اعمل حاجه. يعني بص، انت لو جينا هنا كل لون او كل حاجه دي بتديك جوه كذا باليتة الوان. طيب انا ممكن اجي اعمل حاجه تانية. اجي هنا على الكيبورد، انا عايز الكيبورد بتاعتي مثلا كل نقطه من دول لو انت دوست عليها، يعني لو جيت دوست على النقطه دي تقدر تتحكم في لون خاص بيها. يعني انت شوف بقى، تخيل كم التخصيص اللي تقدر تعمله. فانا ممكن اجي هنا على النقطه دي وهختار مثلا اللون الاحمر. طبعا انا بختار اي الوان بس عشان تبان. فهو هنا كده النقطة دي خاصة لما ادوس على الحرف اللي هو مثلا في حالتي الدبليو او اي حرف من دول، الشكل اللي بيطلع فوق يعرفك ان اخترت الحرف ده، هيبقى لونه احمر. طيب نيجي للجزء ده مثلا، هنختار لونه، هنقول مثلا اللون ده، ونعلي الشفافية عشان بس نشوف. فهنا كده الشريط الخاص اللي فيه الايموجي بتاعتك والمايك وبعض الحاجات المساعدة بقى لونه اخضر. طيب لو جينا للجزء ده مثلا، وهنختار مثلا ده ونعمله اللون ده، هنلاقي الكيبورد كلها اتغيرت. لو جينا هنا مثلا، ده تقريبا بيغير الحروف نفسها، فبرضو ممكن نعمله اللون الاصفر ده. هنلاقي اللون ده لون الحرف نفسه اتغير، وهكذا. تقدر تلعب وتتحكم، يعني كم بقى مهول من الاختيار. ده بالنسبة للكيبورد. هنا كويك بانل اللي فيها الحاجة بتاعتك، برضو اقدر اخصص. يعني ممكن اجي هنا واقول له مثلا والله اللون ده. فهنا اصبح الالوان بتاعت الكويك بانل، الايقونات لونها اللون ده، مش عارف ده فسفوري ولا اخضر ولا ايه. ممكن مثلا اجي هنا واروح واخد اللون ده
بقى هنا الجزء ده لونه كده وهكذا. اقدر برضو اخصص دي زي ما انا عايز. طبعا انت بتخصص هنا على حسب الالوان اللي تعجبك واللي يتماشى مع الثيمه او مع الويل بيبر اللي انت حاططها. اقدر برضو اغير هنا في المحادثات سواء في تطبيقات سامسونج وخلافه، فتقدر تتحكم في كل حاجه زي ما انت عايز بشكل كبير جدا. وبعد ما تخلص بتيجي هنا فوق تروح قايل له انا عايز اعمل سيف، وليكن مثلا هكتب اسمها اي حاجه. ماشي، هي جت الكلمه دي فيزيبيليتي مش عارف ليه، وادوس له اوكي. فده بقى ثيم محفوظ عندي. لو دوست عليه دلوقتي، لو قبل ما ادوس عليه، لو انا جيت بصيته هنا الكويك بانل بتاعتي ده شكلها، لو جيت دوست عليه هنا كده وقلت له ابلاي، فهتلاقيه طبق لي الحاجات اللي احنا عملناها بالالوان بكل حاجه. لما اجي انزل هتلاقوا الالوان بتاعتها بصوا نفس الالوان اللي احنا اخترناها واتطبقت بالظبط. وعايز اشيله اقدر اعمل كده واقول له ان ابلاي يرجعني للديفولت بتاعي تاني. مش عارف ليه عملت كده، بس تقريبا كنت انا مختار سيمه تانية وهو غير. المهم الخطوه اللي بعدها وهي الكيبورد. تقدر هنا في الكيبورد نفسها تدخل عليها وتعدل فيها، بس انا مش عايزك تعدل الكيبورد من هنا عشان في تطبيق جاي في الجود لوك في الشرح بتاعنا اللي هو اسمه كي كافيه، هوريك منه ازاي تقدر تتحكم في كل حاجة ادق واحسن من هنا. ولو جيت هنا على الكويك بانل تقدر تتحكم في الكويك بانل لوحدها. لو انت عايز تعمل كويك بانل بس يعني مش عايز تطبق ثيم كامل تقدر تتحكم في ده. تقدر تتحكم في الايكون نفسها، ممكن تعمل هنا كرييت نيو. تتحكم في شكل الايقونات، يعني انا مثلا عايز شكل الايكون بتاعتي تبقى كده. لو خدت بالكم الشكل بيتغير ازاي. عايز اعمله كده عايز اعمله كده. اقدر اختار اللون بتاع الايقونات نفسها. اقدر اخش هنا على الافكت اعمل افكت بشكل معين. بصوا كم التفاصيل، الزاويه بالشادو بالايجل، اقدر اتحكم في كل حاجه بالالوان بكل حاجه. يعني بصوا الشكل ده ما اظنش في موبايل يقدر يعمل الحاجات دي خالص. لو جيت دخلت هنا على الايكون برضو اقدر اختار شكل ايقونات معينه. يعني انا مثلا ممكن اجي هنا اقول له ايكون باك هيدخلني هنا. انا طبعا منزل ايكون باك اللي هي لو انتوا خدتوا بالكم هنا شايفين شكل التطبيقات عامل ازاي. ده مش الشكل الطبيعي بتاع سامسونج او لانشر معروف. فده تطبيق اسمه لاين اكس. انا شاريه حوالي 50 جنيه او 60 جنيه، وعامل لي شكل الايقونات دي. فانا بحب شكل الايقونات بتاعته، مغطي كميه كبيره فاغلب الحاجه هتلاقوا شكلها مظبوط ومتغير. فهنا برضو تقدر تعمل داونلود، تخش على الجالاكسي ثيم نفسها وتختار من الايقونات اللي موجوده. طبعا في حاجات ببلاش وحاجات بفلوس. هنا دي كلها بفلوس. ممكن نيجي هنا للتوب في حاجات هنا فري، تختار الشكل اللي انت عايزه وتنزله ويطبق على التليفون. او تقدر ان انت ثيرد بارتي اللي هو ما تختارش من السامسونج ستور، تخش مثلا على البلاي ستور نفسه وتختار زي ما انا مثلا عامل اهو لاين اكس اللي هو التطبيق ده ومنزله واقدر اطبقه عن طريق هنا. طيب لو رجعنا خلاص انا مش عايز هنا في حاجه. طبعا بعد ما تخلص ما تنساش تدوس فوق على السيف وتسيف. طيب خلاص انا هخرج من هنا. نيجي للي بعد كده. تقدر تتحكم في الفوليوم بانل زي ما انتم شايفين هنا معايا. انا اقدر اتحكم في الشكل الخاص بالفوليوم بانل دي، اقدر اغير الوانها وشكلها. فخلونا نقول مثلا كرييت نيو. اقدر اتحكم في كل حاجه. انا ممكن اجي هنا واقول له والله بص انا عايز دي يبقى لونها احمر، والجزء لا بس الاحمر ده خلاني مش شايف كويس، خلينا مثلا نختار اللون ده. والجزء ده مثلا هبقى عايز هعلي بس الترانسبيرنسي والساتوريشن هخليه مثلا ازرق. وطبعا انا بختار اي الوان يعني مش حاجه دقيقه. يعني هنا يبقى لونه اخضر، وهنا مثلا هنفترض هيبقى ابيض وهكذا. فتقدر تخلص، وبعد ما تخلص هنا او اختار طبعا باليت جاهزه من هنا. بس أنا طبعا غيرت شويه الوان وادوس هنا سيف واطبقها. خلونا نعمل دي سيف مثلا نسميها سيف وندوس اوكي عشان اوريكم. طبعا انا لو جيت هنا فتحت ده الشكل الطبيعي بتاعي. لو جيت دوست هنا وقلت له ابلاي هاجي افتح وابص هلاقي الشكل اتطبق انها اخضر ودول لونهم ازرق، والحاجه اللي جوه برضو فيها اخضر. كل حاجه بالظبط تقدر تتخصص فيها. فشوف بقى انت كم التخصيص اللي تقدر تعمله، وده بس من تطبيق واحد وهو الثيم بارك. لو جينا فتحنا جود لوك اللي هو الثيم بارك. ان شاء الله الفيديو الجاي نتكلم على البنتاستيك، وده بيديك خصائص مفيده وحلوه جدا للقلم، وهتلاقي فيه كم تخصيص رهيب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم فيديو جديد من السلسلة دي. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. سلام.